اهلا وسهلا بكم لكم التكنولوجيا. ومن عنوان الفيديو ده احنا بنتكلم هنا عن سماعات سعرها اقل من 500 جنيه، ولكن احنا خدعناك لان السماعات عندنا بتبدا من 390 جنيه لحد 500 جنيه. بعد كده في حاجتين كده هنتكلم عليهم في الاخر. لو ناوي تزود شويه فلوس او لو ناوي تستنى الفيديو اللي تحت ال 1000 جنيه ممكن يبقى قصه ثانيه. خلينا نقول في البدايه ان كل السماعات اللي هنتكلم عليها النهارده دي موجوده على موقع meetsunf.com، وهتلاقي لينكات لكل المنتجات دي في الديسكربشن. فانت هتشتري اي حاجه عجبتك واحده فيهم تقدر تعمل ده من خلال الديسكربشن الفيديو. يلا بينا على طول نبدا باول سماعه وهي ب 390 جنيه. السماعه دي ملهاش اسم، ملهاش براند قوي، ولكن متعارف عليها في السوق ان دي شبيهه الايربودز اللي في سعر 390 جنيه. خلينا كده نبدا نفتح ونقول لكم المكونات العلبه. هي شبيهه 100% بكل يعني بيحاولوها. بيجي السماعه الايربودز اللي شبه البرو 1 ويجي معاها ايه تاني جوه العلبه؟ سلك لايتنينج اليو اس بي سي. خلاص يعني لو عايزين تقلدوا بقى عادي حط سيل سي عادي، يعني بقى سيل سي مؤخرا. ومع طبعا البدايل الاير كابس بس مش محطوطين عدل، بيقعوا بتفتح على طول. كل دول ما يهموناش، اللي يهمنا بقى هي السماعه نفسها. مش محتاج اصلا تعمل كده، انت مجرد ما تقربها هيقول لك نوت يور ايربودز برو. كنا ندوس على الزرار. حاضر، دوست على الزرار، عملت ابيض. سريعه جدا جدا جدا. حطها في ودني، بتعمل صوت زي الايربودز الاصليه بس اعلى كتير من الايربودز الاصليه، صوت يخضك شويه. نفتح كده بقى نسمع حاجه فيها بيز. نسمع ايه؟ عبد القادر يا ابو علم زاد الحال عليا. شكرا. ماشي، هي صوتها بلح، بتقلب اغاني. 390 جنيه شبه الايربودز الاصليه 100%. كانت بتطلع صوت وداني مش فاهم. مشكلتها الاكبر هي فكره ان هي كانك بتدوس عليها وانت ما بتدوسش عليها. ديزايند باي ابل ان كاليفورنيا. انتوا نصابين. دي ديزاين عند حواري الصين عادي جدا، متشتريهاش. وقبل ما نروح اللي بعده عايز اقول لكم ان اللي هيعجبني هقول لكم بقى على بقيه تفاصيله. يعني لو في صوت عجبني من دول هشرح لكم بقيه التفاصيل بتاعته وايه الحلو وكده، عشان احنا سماعات كتير النهارده. فاللي مش هيعجبني نوديه. السماعه اللي بعدها اسمها اورايمو فري بودز لايت. السماعه دي سعرها 535 جنيه تقريبا، واوريدي تخطى هنا 500 جنيه، ولكن معلش حاجات تانية برضو مش اكتر كتير خالص. انا الشركه دي بيكون عندي ليها ايه يا جماعه ده؟ يا قريب الكلام ده يا جماعه. الشركه دي الصراحه انا عندي ليها امل كبير قوي، لان في الفيديو اللي فات هي السماعه اللي من وجهه نظري انا رشحتها اللي عجبتني في الفيديو. فالمره دي عندنا كمان سماعتين منها وخلينا نقول يا جماعه ان اكتر سماعه هتعجبني في الفيديو هنطلع منها 2 جيف اويز. فلو اورايمو دي اكتر سماعه عجبتني، لو اي حاجه من دول عجبتني، اكتر سماعه هتعجبني في الفيديو هيكون فيها منها 2 جيف اويز. تعمل ايش تكون مشترك في جيف اوي، تابعنا على الانستجرام، تعمل لي فولو عشان تشوف الستوري وقت ما تنزل تعرف انت كسبت ان شاء الله في جيف اوي. يلا نجربها. ماشي، نفتح جنب الموبايل. عامله لي نور اصفر. اورايمو فري بودز لايت. انا عامه ملاحظ كام حاجه والسماعه لسه بالكونكت. انا شايف ان دي شفافه، يعني انت لو حطيتها قدام اضاءه كده هتشوف ان هي شفافه، والسماعه كمان شفافه. يعني السماعه انت شايف سي ثرو، انت شايف جواها الحاجات اللي بداخلها من كل الجهات. على فكره دي شكلها حاجه روشه جدا جدا جدا. تعال نسمع الصوت بقى. لا يعني عارف في كواليتي كده مبدئيا. قعدتها في الودن لذيذة. واو. سامعك؟ لا هي صوتها جميل، صوتها حلو قوي. انا بس حاسس صوتها واطي. يعني انا كنت بحاول انزل كده اعلي الصوت في السيتنجز، ولكن بغض النظر ان الصوت واطي سنة صوتها ممتاز. صوتها حلو، صوتها فيه كل الطبقات، فيها بيز، فيها كده. ثانيه واحده دي فيها الابلكيشن بتاعت اورايمو. يعني ممكن عايز ابلكيشن والهيفي بيز دي ممكن عليها. طب تعال نجرب. اوكي، في ايربادز كنترول. انت ممكن تغير الكوماندز اللي انت عايزها، تغير فوليوم كنترول ولا ميوزك كنترول ولا نون، من الرايت او الليفت. 1 تاب 2 تاب وتريبل تاب. دي حاجه لذيذه جدا انك تغير مهام. يعني نفسي ايربودز تعمل كده. وعندك برضو الايكولايزر، ممكن تعلي وتشغل الهيفي بيز. وممكن انت تعمل جيم مود ده لو بيقلل الليتنسي ويقول في ودانك. طيب خلينا نعمل ايكولايزر ونعمل هيفي بيز. نعمل هيفي بيز كده ونشغل. واو. لا 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 لا. المزيكا متوقفش، مش من ودنك.
بس لا الصوت هنا لذيذ قوي قوي قوي. 535 وضمان سنه، والوكيل من اورايمو 365 يوم من ضمان محل. اوكي السماعه دي سماعه ممتازه، انا عندي احساس كده الصراحه ان هي دي اللي هتكسب في الفيديو، هي دي اللي هيكون عليها جيف اواي اصلا. خليها كده على جنب، بس الورق بتاع اللي خرج 50 حته دي يعني بس ما علينا. نروح اللي بعده، هي سماعه من ايتل. السماعه دي احنا جربناها في الفيديو اللي فات، كانت عجبتني رشحتها. 550 جنيه. اوكي هي اوريدي هتلاقي كونكتد لموبايلي، كونكتد بسرعه جدا. نسمع الصوت. اوكي بيس حلو، صوت اعلى سنه من اورايمو، ولكن الصوت مكتوم، الصوت فيه كتمه كده، مش ألذ صوت هتسمعه، بس صوتها مش وحش يعني، صوتها وفرق 15 جنيه منها قريب. بس انا لو هختار ما بين الاثنين الصراحه لا، انا هروح للفري بودز لايت بتاعت اورايمو عن الايتل التي 1 نيو، بس هي ما زالت مش وحشه يعني، لغايه دلوقتي هي في رقم 2. اوكي نروح للي بعده، سماعه اسمها كورن فعلا، دورة. اوكي شكلها بيجي معاها حاجات زياده، بيجي معاها كده بتاع شموع كده، شكله لذيذ. بس الباكجينج تحس اللي هو ايه، انت شاري 2 فول مثلا، لفهم لك في بتاع وقال لك اتفضل. بس مش عايزين نتريق. يو اس بي سي اليو اس بي اي الشحن بتاعها. هي مالها تخينه كده، بتحتاج تعمل رجيم. ليه طالعه بكرش كده؟ خلينا نسمع الصوت الاول كده يعني، نشوف اذا كنا هنضحك عليها ونتريق عليها ولا ايه. طب هي كده هتكونكت ازاي؟ في شاشه 100%، هي البطاريه بتقل مش بتزيد، هي السماعات بتشحن العلبه. انا بسمع ان هي العكس. كفايه هزار، خلينا نسمع الصوت الاول كده نشوف اللي احنا دي نقول. طب تعال كده في وداني، اكيد لما احطها في ودني وتصوت في ودني تقول لي ليفت، انا اتضايقت. اوكي دلوقتي المفروض هي كونكتد. انا اول ما حطيتها في وداني قال لي ليفت شانل ورايت شانل بصوت عالي قوي، بس ماشي ممكن تتعود عليه. تمام يلا نسمع الصوت. الكمانجات اللي في عبد القادر دي، عبد القادر يا ابو علم زاد الحال عليا، الكمانجات دي هي بتشتغل على العجونة عجبتها بس. طيب خلينا اقول حاجه، الصوت هنا اعلى من 2 تانيين، الصوت مفهوش مش متوزع يعني، الصوت في حته ما كده ومش بتسمع بقيه الهايز يعني، هو حته في النص كده صغيره جدا. اوكي دلوقتي احنا تخطينا السعر بشويه حلوين، وسعر هنا 675 من شركه اورايمو برضو، اسمها الريف. السماعه دي مشهوره قوي، وبصراحه لان سمعت كلام كتير عليها، ما جربتهاش قبل كده، سمعت كلام كتير عليها، عارف كلام عنها، وعبد الرحمن ورا الكاميرا اوريدي كان مجربها فتره وقال لي كل التفاصيل، كاتب كل حاجه عنها كبطاريه كاستخدام ككل حاجه، ولكن حته الصوت دايما انا بحب اجربها معاكم لايف جوه الفيديو. خلينا دلوقتي نمسك ايه ده، صغيره ايه ده، تحسها هي بس بتبصم بس قيمه. الباكجينج يا جماعه في فرق كبير. في فرق كبير من الذره دي اللي جايبين لك في كيس عيش هنا، و في فرق يا جماعه. انت اوريدي امبريشن بيختلف لما تيجي تفتح حاجه زي كده، تفتح حاجه زي كده. اورايمو ريف صغيره قوي، دي من اصغر السماعات اللي انا شفتها في حياتي. صغيره ازاي؟ هي كونكتد قبل ما احطها في وداني، حاجه اللي عجباني ان هي سريعه يعني. اسمع بقى. اوكي هي حجمها صغير جدا، مريحه قوي في الودن، هي دي من اخف السماعات اللي انا مسكتها كالمنظر، اللي هي الترو وايرلس ايربودز. صوتها لذيذ، صوتها مش وحش خالص خالص خالص، صوتها فعلا حلو، صوتها احسن من التلاته دول كده كده. بس انا عايز اسمع دي، بس هسمع دي برضو في الاخر عشان احتمال يكون في فرق في الصوت. كسعر اللي انا هفكر فيها بصراحه، انا ممكن احطها تحت الاورايمو التانية اللي هي الفري بودز لايت، لان الفرق كبير في السعر، بتتكلم 20 30% زياده في السعر، فانا هحطها مبدئيا تحتيهم لحد ما نسمع صوت الاخيره ونقرر. بس ثانيه واحده، دي ما فيهاش ابلكيشن وما فيهاش الهيفي بيس وما فيهاش كل الفيتشرز بتاعت الفري بودز لايت، فهي مجرد سماعه وخلصت، انت ما عندكش اوبشنز اللي موجوده في فري بودز لايت
بس دي صراحه حاجه حلوه قوي. انا غيرت الصوت تماما لما عملت الهيفي بيز دي، كانت في فرق كبير الصراحه. برضه خليكم عارفين انت لما بتغير حاجه في سماعات الاورايمو انت بتغير حاجه في السماعه نفسها. يعني انت لو شلت السماعه دي من ودنك وكنت فصلت من الموبايل ده ووصلتها موبايل تاني، انت بتحتفظ بالسيتنجز دي في الموبايل التاني، فدي حاجه حلوه صراحه. نروح بقى لاغلى سماعه في الفيديو، وانا عارف ان هي مش طبقا لاسعار الفيديو، ولكن ممكن نحمس نفسنا الفيديو اللي جاي او ايا كان. سماعه ب 750 جنيه شبه الايربودز الاصليه، ومش اي ايربودز، الايربودز برو 2 اللي كده، وكمان عامل لك البراند عليه. عامه لما حد بيحط براند بتاعه على السماعه بحيث ان هو واثق في المنتج بتاعه اكتر. فخلينا نشوف الثقه دي. هو الباكجينج بس مش قد كده. المفروض ان هي كمان دي عليها ضمان 6 شهور. خلينا نسمع كده الصوت وبعد كده نبدا نتكلم عليها. فيها سماعه برضو طلعت صوت لما عملنا بتاع ده. هي تقريبا كونكتد، اسمها تي دبليو اس. هي دي. هي واضح ان هي ما فيهاش الابل شيب، الصوت اشتغل لوحده. وفيها نفس اصوات ابل بتاعت لما تحط في ودنك تعمل ترن، وواقعيه مش زي التانية ليفت تشانل رايت شانل. لا دي لذيذه. خلينا نسمع صوت. صوت لذيذ، صوت حلو قوي. هي بس سماعه بتهبل شويه، يعني الزراير دي بتشتغل بسهوله شويه. صوت حلو قوي قوي قوي. هي كل شويه تشتغل. ايه ده؟ الله. طيب هي صوتها حلو، بس لو هقيم الصوت ده الصراحه مع الاورايمو صوتها اعلى شويه من الاورايمو، شويه حلوين. بس لو هقيم الصوت صراحه ممكن اروح للفري بولز لايت. بص انا اللعبه بالنسبه لي هي في الثلاثه دول. يعني دي اللعبه بالنسبه لي لو هقيم سماعات دول. يعني الصراحه الاثنين دول بلح. دي لطيفه، عارف كلمه لطيفه؟ لو عندك موبايل من شركه ايتل وعايز مثلا تجيب السماعه بتاعته او واخدها ببلاش او كده، فهي سماعه حلوه مش وحشه، خصوصا لان الشركه ممكن تعمل لك اوفر مثلا خد السماعه دي بنص سعرها لو انت شاري موبايل. فدي مش وحشه، حلوه يعني. انت لو تشتريها بتخفيض هي حلوه. طيب لو هنقول بالاسعار اللي احنا قلناها، اللي احنا عندنا 535 675 و750، يعني في فرق كبير الصراحه في السعر من 535 ل 750. اعتقد صراحه انا هروح لدي. اعتقد ده اللي هيكسب. في مركز تاني بالنسبه لي صراحه الاثنين دول، مش قادر اقول في حد في مركز ثالث يعني. بما ان اخترنا دي خلينا نقول بقى المميزات بتاعتها. هنا البطاريه بتوصل 40 ساعه، وده يعتبر هو اعلى رقم في كل الحاجات اللي على الترابيزه اصلا. فيها 2 مايكروفونز، وبرده عبد الرحمن كان مجرب كل السماعات دي وهي احسن مايكروفون في كل السماعات، والمايك تيست شغال دلوقتي. ده تيست مايك للاورايمو فري بودز لايت. لو جربنا سماعه الصوت حاليا تلاقي الصوت لسه. والاكتر حاجه عجباني فيها فكره ان الكيس شفافه والسماعه شفافه. لا صراحه السماعه تكسب الفيديو ده كده مكتسحه عشان سعرها. الفري بودز لايت تكسب معانا الفيديو ده باكتساح. في فيديو تاني هيتعمل الفتره الجايه لاحسن سماعات تحت ال 1000 جنيه، وزي ما قلت لكم السماعه دي هيكون عليها 2 جيف اواي في خلال اسبوعين من بعد الفيديو ما يتنشر على اليوتيوب. تدخل انستجرام هتشوف الاعلان الرسمي بتاع الفايز في السماعات. شكرا عشان الفيديو، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.